السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي بقى نعمل الأطباق اللي الولاد منجذبين ليها جدا برا، وبيكون سعرها غالي كمان. الايه تشيز كيك. بس انا بصراحة مش هعمل تشيز كيك، انا هعمل فكرة تانية بس في نفس الأطباق بتاعة التشيز كيك. طب انا جبتها منين؟ العلب ديت جبناها من عند الناس اللي بيبيعوا الأكياس والشنط البلاستيك. هتلاقي عندهم نفس الشكل دوت اللي بيتباع في المحلات، والولاد بيوقفوكي مامي عاوزين من دوت، وكمان اشكال كتير قوي وطعومه كتير. تعالي نعملها النهارده بابسط الحاجات. تعالي شوفي جبنا ايه. معانا بسكوت الشاي اللي هو الساده خالص. العبوه ديت كبيره حوالي 150 جرام. بصي كده البسكوته العريضه ديت اي نوع بسكوت تفضليه طبعا. بس انا النوع ده كان كويس معايا، هتلاقيه منتشر جدا في الاسواق. اول طبقه هحطها من تحت في العلب بتاعتي هي البسكوت، هطحنه في الكبه بتاعتي. هفرمه فرم ناعم بحيث ان هو يتفرم خالص، يبقى حتت صغيرة قوي قوي. واحط عليه كمان حبة زبدة يعززوا طعمه كده ويخلوه ماسك نفسه شوية، ميبقاش مفرول قوي كده. الزبدة استعملت حوالي 3 معالق كبار، طبعا على حسب الكمية اللي انت عاملاها. انا عاملة 6 علب بس، ممكن تعملي اكتر، اعملي 10 12 على حسب افراد اسرتك. ضربت هنا البسكوت بتاعي مع الزبدة، وبرضو استخدمت اي نوع زبدة تحبيها، زبدة الحلويات معروفة بتبقى فرن او كذا، او زي ما انتي عندك زي ما تحبي. ادي البسكوت هبتدي بقى اوزعه على العلب بتاعتي كده، طبقة صغيرة قيمة معلقة كبيرة كده في كل علبة. بس حاولي تكون طبقة مش تخينة قوي عشان لسه هحط عليها طبقات تانية. ممكن تعملي طبقتين او 3 على حسب ما انتي تحبي، بس دي بتبقى القاعدة تحت يعني. البسكوت بتاعي اهوت، هبتدي بقى ان انا اضغط عليه كده بالمعلقة، معلقة صغيرة كده عشان الدنيا ما تتفرفتش منك اهي. وابتدي سوي بقى المقدار كله كده بحيث ياخد قيمة مثلا ربع العلبة بتاعتك. ماشي. وهنبتدي ان احنا نركنه على جنب يمسك نفسه كده والزبدة تبرد فيه. هبتدي بقى اجيب حوالي نص كيلو لبن، هحط عليه 3 معالق كبار كاكاو خام، انا بستعمل هنا كاكاو دريم. احط عليه سكر حسب التحلية، ممكن 3 معالق كبار، وكمان معلقتين كبار نشا. هبتدي اقلب الخليط ده على البارد، طبعا اللبن ساقع هنا. قلبي كويس قوي على البارد وبعدين ارفعيه على النار بحيث يمسك نفسه يبقى زي المهلبية كده. حطيته في علبة ليها بوز علشان اعرف ان انا اصبه جوه العلب بتاعتي. هتعرفي تدلقيه من الحلة مفيش مشكلة. عايز تستعملي مغرفة تستعملي اي حاجة بحيث تحطي بسهولة، والمقدار ما يخرجش منك بره او العلبة شكلها يتبهدل. تالت طبقة، وطبعا الطبقة اللي فاتت دي هنسيبها ترتاح خالص وتبرد خالص. كريم شانتيه عادي خالص، انا استعملت كريم شانتيه دريم. اضربيه كويس قوي بميه متلجه، بيبقى مكتوب على الكيس بتاعه فكره العمل بتاعته. وبعدين هتبتدي بقى ان انت توزعي كده بالمقدار بتاعك. استعملت كيس الحلواني علشان يظبط الدنيا معايا. حطيت كده كميه كده في كل علبه. طبعا ده مش الشكل النهائي، انا لسه هسويها كده بالمعلقه كده واظبطها. انا بس بشوف بوزعها الاول على العلب بتاعتي وبعدين اشوف محتاجه ايه. يعني انا الكيس اللي هو بتاع دريم بصراحة كفى معايا المقدار، لازم حاطة طبقة رفيعة. يبقى احنا حطينا 3 طبقات، اول حاجة البسكوت، بعد كده المهلبية الشوكولاتة اللي احنا عملناها، واخر طبقة كانت الكريم شانتيه. عايز تستغني عنه وتخلي الطبقتين الاولين بس عادي، بس ده بيدي طعم احلى والولاد بيتشدوا قوي للشكل بتاعه. جبت بقى الصوصات اللي بتتباع عند مستلزمات الحلواني، صوص مثلا توت بري، صوص شوكولاتة، صوص اي صوص كراميل مثلا. الولاد بيحبوا مثلا صوص معين عندك دوري عليه هتلاقي. انا جبت الاكياس الصغيرة لان انا عاملة مقدار صغير بحيث الاولاد يدوقوا من كل حاجة. حطيتها كده بشكل عشوائي زي ما انت شايفة، بحيث ان هي ايه في الاخر كده انا هوزعها. ده بتاع التوت ده كان طعمه حلو قوي، والولاد علقوا عليه قالوا طعمه جميل، وكمان هو لونه كده حلو، لونه زي البنفسجي كده، فبيشدهم قوي اللون بتاعه. طبعا هنا بقى ابتديت اجيب خلة السنان او اللي هي بتاعة الشيش طاووق العصاية. ابتدي بقى شكلي كده وفنني بقى كده ووريهم الابداع. جميلة تحفة قوي قوي، عملنا هو كذا شكل كأنهم كذا طعم. دخلت كمان الكراميل مع الشوكولاتة، الشوكولاتة بس لوحدها، وكل واحد بقى يختار اي علبة تحبه. على فكرة ده ينفع فكرة مشروع، ما تكلفتش ولا حاجة. اقعدي احسبيها كده وشوفي دي بتتباع بكام بره.
حتى لو محلات بسيطة برضو بتبيعها غالية، مش هتقل عن 45 جنيه مثلا او كذا. تعالي شوفي احنا مكلفناهاش حاجة، احسبيها كده تلاقي مشروع مربح جدا. وكمان الولاد فرحوا قوي بيه ان احنا جبنا حاجة يعني بتاعت بره، هي الف هنا وشفا. جميل جدا، الله على الشكل النهائي بتاعه بقى على التلاجة بقى. سيبيه شوية كده يسقع ساعتين تلاتة، ووزعي عليهم بقى الطبقات جميلة ومش نازلة على بعض، هي هتبقى تحفة قوي قوي في الاخر.